النقطة الأخيرة بشكل سريع، يمكن طولت على الإخوان أعتذر منهم. تذكرون قبل فترة قلت سمعت خبر عن الاتحاد الكويتي كرة اليد معتذر عن المشاركة في دورة الألعاب الخليجية، وناشدت الشيخ فهد الناصر اللي مشكورا أصدر قراره بمنع هذا الاعتذار والحرص على مشاركة منتخب الكويت. اليوم تفاجأت بخبر اعتذار الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة، شيء غريب صراحة. يعني اليوم احنا لما تصير دورة خليجية عندنا في الكويت نفرح، ودورة عربية نفرح لما الفرق العربية والفرق الخليجية تشارك لأنها تنجح بطولتنا. فاليوم لما المنتخب الكويتي كرة الطائرة يعتذر أكيد يزعل الإخوان في الاتحاد القطري لكرة الطائرة، يبون كل دول الخليج مشاركة، يبون كل المنتخبات مشاركة. النقطة الثانية، اليوم ترى كرة منتخب الطائرة 12 لاعب، يعني مو نفس القدم 22 لاعب وتقول والله اللاعبين صفوف اماميه وعندهم ارتباطات والتزامات. احنا الحمد لله يا جماعه، وهذه رسالتي للشيخ فهد الناصر رئيس اللجنه الاولمبيه، عندنا 10 فرق يلعبون كره طائره بالدوري، 10. يعني لو من كل لاعب من كل نادي ياخذ لاعب، هذا 12 لاعب خلاص. احنا نبي 12 لاعب، 6 بالملعب و6 احتياط، 12 زيدهم 2، قول من كل نادي لاعب ونص يعني بتوصل حق 15 لاعب. معقوله ما عندنا 15 لاعب؟ يا اخي خذ المنتخب الرديف، هذول اللاعبين صغار كلهم طلبه، لا تقول لي صفوف اماميه، 20 21 19 طلبه جامعه كلهم بالجامعه، يعني مو عسكريين ولا بالصفوف الاماميه موظفين. ما عندنا. ترى هذه فرصه يا اخوان، حق المنتخبات تحتك، حق اللاعبين يحتكون يستفيدون من هذه المباريات من هذه البطولات. معقوله يا اتحاد الكويتي كره الطائره؟ انا اكلمكم، انا ابن كره طائره، لاعب كره طائره سابق، احنا كنا نحلم انه يتم استدعائنا للمنتخب. اليوم لما في لاعبين الفريق الاول مستواهم عالي، اللاعبين الثانيين تجيهم الفرصه هذه، ينطرونه، ليش تضيع عليهم؟ يا اخي اخذهم، خلي يحتكون، ايش دعوه بناخذ البطوله؟ خلينا نحتك، خلينا نطلع الثاني نطلع الثالث، كلهم 4 منتخبات اللي مشاركه. فانا زعلني صراحه هذا الخبر، وكنت اتمنى من الشيخ فهد الناصر ايضا يرفض انه والله اعتذار الاتحاد الكويتي كره الطائره، لان العذر اعتقد في مجال ان نحله.